تخيل معايا كده، قبل آلاف السنين، قبل ما يكون في بيوت ولا قوانين ولا حتى كلمة جواز نفسها، كان الإنسان عايش في عالم مليان خوف، وحوش، صراعات، وبقاء للأقوى بس. ومع ذلك، وسط كل الفوضى دي، حصلت حاجة غريبة جدا. البشر بدأوا يحبوا ويرتبطوا ويكونوا أول شكل من أشكال الزواج. بس السؤال الحقيقي هنا، إزاي ناس عايشة في عالم بدائي قدروا يوصلوا لفكرة زي الجواز؟ وإيه كانت الشروط؟ هل كان في حب فعلا ولا كله عشان البقاء بس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أول مرة تشوف القناة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان نكمل سوا الرحلة دي في قصص أغرب من الخيال لكنها حقيقية. في الفيديو ده هناخدك في رحلة عبر الزمن، نرجع بيك لعصور ما قبل التاريخ، ونكتشف إزاي بدأت أول قصة زواج في حياة البشر. يلا بينا نبدأ. قبل آلاف السنين، قبل ما يكون في مدن أو حضارات أو حتى فكرة الزواج نفسها، كان الإنسان بيعيش وسط الطبيعة، غابات، صحارى، وحوش مفترسة. في العالم ده ما كانش في حد يقولك دي مراتك أو ده جوزك. العلاقات كانت بسيطة جدا لكن خطيرة جدا في نفس الوقت. الراجل والست ممكن يعيشوا مع بعض، لكن مفيش أي ضمان إن العلاقة دي هتستمر. ليه؟ لأن الحياة نفسها ما كانتش مضمونة. في الزمن ده ما كانش فيه حب رومانسي زي اللي نعرفه، كان فيه حاجة واحدة بس: البقاء. الست كانت بتختار الراجل اللي يقدر يصطاد، يحمي، يعيش، والراجل كان بيدور على الست اللي تقدر تتحمل الظروف، ترعى الأطفال، تساعد في جمع الطعام. العلاقة هنا ما كانتش حب، كانت اتفاق غير مكتوب للبقاء. مع الوقت بدأت تظهر مشاعر غريبة. الراجل بقى يغار والست بقت تغار. ليه؟ لأن بقى في حاجة اسمها داشيكي، وده كان بداية أول شكل من أشكال الارتباط الحقيقي، مش مجرد علاقة مؤقتة لكن نوع من الاحتفاظ بالشخص. في بعض القبائل كان في ست واحدة مرغوبة من أكثر من رجل، وده كان بيعمل صراعات، تحديات، أحياناً قتال. الراجل اللي يكسب هو اللي يكمل معاها، وده يعتبر أول شكل من إثبات الأحقية في الزواج. بدل القتال، بعض القبائل طورت فكرة أهدى: الراجل يثبت نفسه بطرق تانية، يصطاد حيوان كبير، يجيب أكل للقبيلة، يدي هدية للست أو عيلتها. وده كان أول شكل بدائي من المهر، مش فلوس لكن دليل إنه يقدر يعيل أسرة. مع الوقت القبيلة بدأت تتدخل، بقى في حاجة اسمها موافقة المجموعة. ليه؟ لأن الزواج ما بقاش بين اتنين بس، ده بقى بيأثر على استقرار القبيلة، توزيع الموارد، العلاقات بين الناس، فبقى لازم القبيلة توافق. أهم لحظة في تاريخ العلاقات البشرية كانت ولادة الأطفال. الطفل البشري مش زي الحيوانات، بيحتاج سنين طويلة عشان يكبر، وده فرض حاجة جديدة: الأب لازم يفضل، الأم لازم تستقر، المجموعة تساعد. وهنا بدأ يظهر أول مفهوم حقيقي للأسرة. مع الاستقرار بدأت تظهر القواعد: ممنوع الجواز من القرايب القريبين، لازم احترام دور كل فرد. في بعض القبائل كان في تبادل زوجات بين القبائل لتقوية العلاقات، وده كان هدفه تقليل النزاعات، تقوية الروابط. مش كل القبائل كانت زي بعض، في قبائل رجل واحد زائد امرأة واحدة، في قبائل تانية رجل زائد أكثر من امرأة لو عنده موارد، وفي حالات نادرة المرأة عندها أكثر من شريك، وده بيعتمد على البيئة، الموارد، الثقافة. السؤال المهم: هل الناس كانت بتحب؟ الإجابة أيوة، لكن مش بنفس الشكل اللي احنا فاهمينه. الحب كان موجود
لكن ما كانش الأساس. الأساس كان الأمان، البقاء، الاستقرار، ومع الوقت المشاعر بدأت تكبر. أكبر تغيير حصل كان لما الإنسان بدأ يزرع، يستقر، يبني بيوت، وهنا كل حاجة اتغيرت. بقى فيه أرض، ممتلكات، ثروة، والجواز بقى ليه دور جديد: حماية الملكية. في العصر ده الجواز ما بقاش بس علاقة، بقى تحالف، اتفاق، أحياناً صفقة. الراجل ممكن يتجوز عشان يقوي قبيلته، عشان يكبر أرضه، والست كانت جزء من التحالف. وهنا بدأت تظهر طقوس أقرب للي نعرفه: احتفال، تجمع الناس، إعلان رسمي، وبدأ الجواز يبقى حدث مهم في المجتمع. مع وجود التزام بدأت تظهر مشاكل: الخيانة، الغيرة، الصراع، وده خلى المجتمعات تبدأ تحط عقوبات. مع الوقت الجواز بقى نظام، ليه قواعد، ليه شروط، ليه التزامات، وبدأ يتحول لشكل قريب من اللي احنا عارفينه النهاردة. مع بداية الزراعة الإنسان ما بقاش بيتنقل طول الوقت، بقى عنده أرض، مكان ثابت، بيت، وهنا ظهر خطر مفهوم: دي بتاعتي. الأرض بقت ملك، الأكل بقى ملك، وحتى العلاقات بقت فيها إحساس بالملكية. الراجل بقى عايز يتأكد إن الأطفال اللي بيربيهم هم أولاده فعلاً، وده كان سبب مهم جداً لظهور الزواج المستقر. في المجتمعات القديمة مش دايماً الست كانت حرة في الاختيار. في بعض القبائل الأب هو اللي يختار، أو زعيم القبيلة، أو يتم الاتفاق بين العائلات. ليه؟ لأن الجواز بقى مصلحة جماعية مش فردية. في بعض الثقافات البدائية كان في حاجة اسمها الزواج بالخطف. الراجل يخطف الست من قبيلة تانية وتبقى زوجته، وده كان بيحصل في أماكن كتير قديماً، خصوصاً لما يكون في نقص في النساء أو صراعات بين القبائل. لكن مع الوقت النوع ده بدأ يقل لأنه بيعمل حروب. بعض القبائل كانت أذكى، بدل الصراع عملوا نظام: قبيلة تدي بنت وتاخد بنت من قبيلة تانية، وده كان بيحقق سلام، تحالف، تقوية العلاقات، وده يعتبر أول شكل من الدبلوماسية البشرية. المهر بدأ يتطور، بقى مش مجرد هدية، لكن شرط أساسي. ممكن يكون حيوانات، طعام، أدوات، أو حتى خدمة، زي إنه يشتغل عند عيلتها فترة، وده كان بيأكد حاجة واحدة: الراجل قادر يتحمل مسؤولية. مع ظهور الثروة بقى فيه فرق بين غني، فقير، وده أثر على الزواج جداً. الغني ممكن يتجوز أكثر من واحدة، أو يتجوز من عيلة أقوى. الفقير فرصه أقل، وهنا بقى الزواج كمان مؤشر اجتماعي. في بعض المجتمعات الزواج بقى أداة سياسية: زعيم قبيلة يتجوز بنت زعيم تاني عشان يضمن السلام، وده نفس اللي حصل بعد كده في الحضارات الكبيرة. الناس اللي عايشة في الصحراء مش زي اللي في الغابات، مش زي اللي جنب الأنهار، وده خلى شكل الزواج يختلف. في الصحراء التركيز على البقاء، في المناطق الخصبة استقرار أكتر، في الأماكن الباردة تعاون أكبر. الإنسان بدأ يستخدم رموز، خواتم بدائية، زينة، علامات، عشان يوضح إن الشخص مرتبط. الزواج بقى ليه احتفال، أكل، رقص، تجمع، وده كان مهم لأنه بيعلن قدام الجميع إن العلاقة رسمية. مع الزواج بقى في حاجة اسمها بيت، مش مجرد مأوى، لكن مكان خاص بأسرة، وده غير شكل الحياة بالكامل. الزواج ما بقاش مجرد علاقة مؤقتة، لكن التزام طويل، مسؤولية، شراكة، وده كان خطوة ضخمة في تطور الإنسان. كل اللي حصل ده هو اللي مهد لظهور القوانين، الأديان، المجتمعات المنظمة، والزواج بقى جزء أساسي في كل ده. الحقيقة
إن الزواج ما بدأش بالحب ولا بالقوانين، بدأ بالخوف والبقاء، لكن مع الوقت اتحول لحب واستقرار وحياة مشتركة. وفي النهاية، القصة اللي سمعناها النهاردة مش مجرد حكاية قديمة، دي رحلة طويلة جدا. بدأت بالخوف، وبعدين بقت بقاء، وبعدين اتحولت لحياة كاملة اسمها أسرة. الزواج اللي احنا عايشينه النهاردة مش حاجة ظهرت فجأة، ده نتيجة آلاف السنين من التطور، من صراع لتعاون لحب. يمكن زمان ما كانش فيه رومانسية زي دلوقتي، لكن كان فيه حاجة أهم، كان فيه محاولة إن الإنسان يعيش ويبني ويكمل. ولو بصيت حواليك دلوقتي هتلاقي إن نفس الفكرة لسه موجودة، بس بشكل مختلف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات لو كنت عايش في الزمن ده كنت تختار الجواز ولا الهروب. نشوفكم في فيديو جديد.